كتير من حضراتكم بيسأل لو أنا معايا عدد معين من الدولارات أحتفظ بيهم في ظل التضخم اللي بيحصل عشان أحافظ على قيمة العملة، ولا أجيب بيهم عقار واستثمر في العقارات. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركة توب مانجمنت. والحقيقة في الفيديو ده عايز أرد على الأسئلة اللي بتتكلم على موضوع إن أنا لو معايا دولارات أفضل أحتفظ بيها وهي قيمتها بتزيد. يعني من 2019 مثلا أو من 2018 لغاية دلوقتي تقريبا الدولار زاد 300 او 400%، ولا استثمر في العقارات؟ انا اللي هيخليني اكسب اكتر. طيب مبدئيا كده لازم تعرف حاجه، مميزات وعيوب كل حاجه. اول حاجه، لو انت حضرتك حد ناوي ان انت الدولارات بتاعت حضرتك تفكها بالجنيه المصري وتشتري عقار، سواء تجاري اداري طبي فندقي سكني ساحلي في اي مكان في مصر، لازم تبقى عارف ان حضرتك وانت بتدفعهم انت مش بتدفع كامل ثمن الدولارات اللي مع حضرتك. يعني لو شقه ب 7 مليون جنيه او محل ب 20 مليون جنيه، يعني تقريبا 100,000 دولار، حضرتك مش مطلوب منك انك تدفع ال 100,000 دولار حاليا فورا دلوقتي. لا، ده انت بتدفع 10% مقدم فقط وبتقسط الباقي. ده اول حاجه. يبقى اول حاجه ان انت مش يعني قيمه انت هتدفع مقدم والباقي هيفضل مع حضرتك. بل بالعكس، كل ما الجنيه قيمته بتقل كل ما حضرتك القسط بتاعك بيقل، لانك انت معاك دولارات او معاك عملة تانية غير المصري. يبقى دي تاني ميزة. يبقى اول ميزة ان انت بتدفع بس مقدم 10% او 15% او 20%. تاني ميزة ان انت حضرتك بتدفع الاقساط بتاعتك مع الوقت، طول ما الجنيه قيمته بتقل والدولار بيزيد القسط بتاعك قيمته بتقل. تالت ميزة ان انت ممكن في بعض المناطق في القاهرة الجديدة انك تدفع من 15 ل 30% مقدم وتستلم وتأجر في بعض المحلات التجارية كمان. يبقى انت اشتريت عقار بيضر دخل عليك، ايجار عليك، وقيمته بتزيد كمان مع الوقت. ده تالت ميزة. رابع ميزة ان حضرتك الفرص البديلة، مش هتبقى حاطط دايما فلوسك دايما في الدولار، لا، تجيب بيهم جزء ذهب، تجيب بيهم جزء عقارات، تستثمر في البورصة، تحطهم في البنوك، تحتفظ بالعملة. الفرصة البديلة، ومن أأمن الفرص البديلة اللي موجودة دلوقتي هي العقار. فأنت برضو الفرصة البديلة ما خسرتهاش في ظل بالذات وانت اختار مشروع يكون جديد مميز، مش هيبقى فيه غيره، ففرصة مش هتتكرر باستمرار. طيب، ده بالنسبه الرابع ميزه. خامس ميزه ان انت حضرتك برضو عند حضرتك فرصه ان انت تشتري بالفلوس اللي مع حضرتك دي في اكتر من مكان الريت بتاعه بيزيد مع المستقبل بشكل كبير جدا. يعني في بعض المناطق في مصر من محلات تجاريه، مكاتب اداريه، شقق سكنيه، بتزيد برضو في خلال سنتين ثلاثة فوق ال 40 وال 50، بل في حاجات بتوصل 100%. هديك مثال: شركة اسمها مصر إيطاليا كانت بتبيع الفيلا للتوين ب 4 مليون جنيه والله من سنتين. الفيلا دي دلوقتي داخلة في حدود 18 أو 19 مليون جنيه، فيلا توين، فزادت كام في المية؟ طيب، فدي المميزات اللي حضرتك ممكن ان انت تستفيد منها لو انت معاك دولارات. طيب، بنصحك انك ما تعملش ايه، او ايه السلبيات اللي هتخليك تخسر؟ انك تدفع فلوسك كلها كاش. انك انت تدفع فلوسك كلها الدولارات كاش، ما تعملش كده. اتنين، انك انت حضرتك تشتري مع مطور انت مش عارف ان المطور ده في المستقبل الزياده هتبقى كبيره جدا، هتدخل في 20 و30 و40% سنويا. ثلاثة، انك تاخد مع مطور مش مضمون، فانت فلوسك اللي انت حاططها مش مضمون ان انت المطور يسلم في الميعاد، لانك انت عايز جزء من استثمارك عند الاستلام يتأجر ويدخل لك دخل، عشان لما تيجي في الاخر تحسبها ما يجيش حد يقول لك انا لو كنت احتفظت بالدولارات معايا كان هيبقى اربح لي واكسب لي. واخر حاجه لازم تخلي بالك ان مش دايما الوضع اللي احنا فيه ده هيفضل مستمر، والدولار يفضل يطلع بالطفرات الجنونيه دي. هيجي عند حد معين ويفضل ثابت ويقف. فعشان ما تفضلش كل شويه مستني 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 لغايه امتى؟
فعشان كده لازم جزء من الدولارات اللي انت محوشها تدخلها في العقار. ولاي استفسارات تانية عن الاستثمار وكيفيه الاستثمار في مصر بشكل عام، سواء في القطاع التجاري او الاداري او الطبي او الفندقي او الساحلي، تقدروا تتواصلوا معنا على ارقامنا اللي على الواتساب. شكرا.